كانت بتعتبر نفسها محظوظة جدا، متجوزة أحمد بقالها 5 سنين وعندها صاحبة عمرها هدير اللي ما بتفارقهاش لحظة. أحمد وهدير كانوا زي الإخوات، أو ده اللي نور كانت فاكراه. في يوم أحمد قال لنور إنه عنده اجتماع شغل مهم في السخنة وهيبات هناك ليلة. نور ودعته بحب وقررت تعزم هدير تقضي معاها السهرة عشان ما تفضلش لوحدها. بس هدير اعتذرت وقالت إنها تعبانة جدا ومحتاجة تنام بدري. نور وهي قاعدة لوحدها اكتشفت إن اللابتوب بتاع أحمد سابه مفتوح في المكتب. دخلت تقفله بس لفت انتباهها إن في برنامج تسجيل صوتي شغال في الخلفية ومخفي. نور استغربت وفتحت البرنامج، لقت تسجيلات لسه متسجلة من ساعات قليلة. فتحت أول تسجيل وجسمها كله اتجمد. الصوت كان واضح جدا، ده صوت أحمد وهدير وهم قاعدين في صالة بيتها هي. هدير كانت بتقوله: يا حبيبي هي خلاص ماشية تشتري طلبات للبيت، خلينا نخلص ورقة التنازل عن نصيبها في الشركة قبل ما ترجع، أنا زهقت من تمثيل دور الصحبة الجدعة. وأحمد رد عليها بضحكة باردة: اهدي يا هدير، نور بتثق فيا ثقة عمياء، هي بتمضي على أي ورق بحطه قدامها وسط ورق البيت. الأسبوع الجاي الشركة كلها هتبقى باسمنا وهنطلقها ونرميها في الشارع. نور حست إن السقف بيقع فوق دماغها، أغلى 2 في حياتها بيخططوا لدمارها في قلب بيتها. مسحت دموعها بسرعة وحملت التسجيلات كلها على فلاشة وكلمت محاميها وقالت له: جهز لي أكبر قضية تزوير ونصب، أنا عندي الدليل القاطع. وبعدها اتصلت بهدير وقالت لها بنبرة عادية جدا: هدير، أنا تعبانة قوي، ممكن تجيلي دلوقتي؟ وهدير طبعا جت وهي بتدعي القلق. أول ما هدير دخلت لقت أحمد كمان موجود. نور كانت كلمته وقالت له إنها لقت مبلغ مالي كبير ناقص من الخزنة ومحتاجاه يرجع فوراً. الاتنين وقفوا قدام نور وهي بكل برود شغلت التسجيل الصوتي على سماعات البيت الكبيرة. وشهم بقت ألوان وأحمد بدأ يترعش ويحلف إن ده كان هزار. وهدير حاولت تهرب بس لقت الشرطة واقفة على الباب ومعاهم أمر قبض بناء على تسجيلات التزوير اللي نور قدمتها. نور بصت لهم وقالت: اللي يبيع العشرة عشان شوية فلوس مالوش مكان غير السجن. أحمد خسر كل حاجة وهدير اتشطبت من حياة نور للأبد وفضحتها بقت في كل حتة. نور استردت حقها في الشركة وعرفت إن الوجع اللي بيجي من القريب بيقوي، وإنها بذكائها قدرت تحرق ورق الخيانة قبل ما يحرقوا حياتها. دي كانت حدوتة النهاردة، استنونا في حدوتة جديدة وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حدوتة. وسلام.